أصبح الثنائي أحمد زيزو ومحمود تريزيجيه جاهزين للمشاركة في مباراة زد المقبلة مع الأهلي. الأهلي هيبدأ التفاوض مع سيراميكا كليوباترا في توقف مارس القادم عشان يحول إعارة مروان عثمان لشراء نهائي، واللاعب هيوقع 5 سنين في حال نجاح المفاوضات. إصابة ياسين مرعي مدافع الأهلي بتمزق جزئي في العضلة الضامة، ويبدأ عملية العلاج والتأهيل. عودة جراديشار للأهلي أصبح أمر مستحيل، وإدارة الكرة بالاتفاق مع تروب طلبت بيع اللاعب بشكل نهائي أو استمرار إعارته في مطلع الموسم المقبل على أقل تقدير. الأهلي قرر الطعن على قرار الفيفا لصالح ريبيرو بالحصول على 588 ألف دولار شاملة الشرط الجزائي. عمرو الجزار يواصل برنامجه التأهيلي من أجل العودة للتدريبات الجماعية في الأهلي. شركة أورا تحصل على رعاية الدوري المصري لمدة 3 مواسم، وسيكون بداية من الموسم المقبل دوري أورا، وتم توقيع العقود. الجهات الأمنية توافق على زيادة حضور الجماهير في استاد القاهرة واستاد برج العرب إلى 40 ألف مشجع. اللجنة التنفيذية بالكاف تقرر زيادة جائزة بطل دوري أبطال أفريقيا إلى 6 مليون دولار. المحكمة الرياضية الدولية التابعة للفيفا تحدد يوم 3 مارس المقبل يوم الثلاثاء المقبل موعدا لإصدار القرار النهائي حول تحديد بطل الدوري المصري للموسم الماضي. راسنج الأسباني لم يتواصل منذ أسبوع كامل مع الأهلي في موقف بلال عطية حتى الآن، ولم ترسل العقود الرسمية لتوقيعها. وسيط الصفقة أكد أنها ربما سترسل العقود خلال ساعات قليلة، والأهلي لم ولن يتأخر عن بيع لاعبه الشاب، ولكن مع الحفاظ على حقوق النادي والكرة الآن في ملعب النادي الأسباني. ممثلي الجيش الملكي المغربي لم يتقدموا بأي طلبات جديدة بخلاف الشكوى المقدمة منذ 10 أيام، وعرضوا في هذا السياق 6 فيديوهات تتعلق ببعض المواقف التي تعرض فيها اللاعبين والجماهير للفريق لمشاكل تنظيمية. ويترقب الوسط الكروي والأفريقي صدور قرار يوم 13 و14 و15 مارس المقبل. أحمد خالد كباكا سيعود للأهلي بعد انتهاء إعارته. وبكده تكون انتهت أخبارنا، وما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا خير لمسلم يتجاهل الصلاة على الحبيب المصطفى، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.